السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نبدأ حكايتنا ونقول بسم الله. أنا ياسين، دكتور نفسي. حياتي كلها بدرس عقول الناس، بحلل مخاوفهم، بسمع أسرارهم وبحاول أفهمهم. لكن بعد اللي حصل معايا بقيت متأكد إن في حاجات ما ينفعش نحاول نفهمها. كل حاجة بدأت لما لقيت البيت ده، بيت قديم طرازه عتيق في شارع هادي، وسعره كان رخيص رخيص بشكل غريب. سألت السمسار عن السبب، ضحك وقال: الناس بتقول إنه مسكون، بس أنا شايف إنها خرافات. عموما ده نصيبي منك، والباقي بينك وبين البيت. ضحكت ساعتها وافتكرت كلامه مجرد هزار، لكن النهاردة وأنا بكتب كلامي ده نفسي أرجع بالزمن وممضيش العقد. أول ليلة كنت مجهد بعد يوم طويل، رميت نفسي على السرير. لكن نص الليل صحيت على صوت خطوات تقيلة جاية من الطرقة. فتحت عيني، مسحت وشي وأنا مش متأكد إذا كنت بحلم ولا صاحي. الصوت كان بيقرب خطوة ورا التانية، كان في حد جاي ناحيتي. حاولت أقوم لكن جسمي كان متخشب. كنت سامع خطوات بتقف عند باب أوضتي، واللحظة دي سمعت حاجة خلت قلبي يقع في رجلي. صوت كحة حد واقف ورا الباب. ببطء وبإيدي المرتعشة مديت إيدي للموبايل وولعت الفلاش، وقمت مرة واحدة وفتحت الباب. مفيش حد، لكن كان في ريحة دخان سجاير مالية الطرق. أنا ما بدخنش. مين اللي كان هنا؟ كل ليلة كانت أرعب من التانية، والرعب بيزيد. في ليلة وأنا واقف قدام المراية في الحمام، غسلت وشي ورفعت راسي ولقيت حاجة غلط في انعكاسي. مش وشي، لأ، كان في حاجة ورايا، حاجة باهتة واقفة ورا كتفي. في ظل بني آدم لكن مش واضح. قلبي كان هيقف. التفت بسرعة، مفيش حد. لكن وانا برجع ابص على المراية لقيت باب الحمام بيتقفل لوحده ورايا بعنف. جريت بسرعة على الباب وفتحته وخرجت جري. سبت الحمام بالنور شغال وفضلت قاعد في الصالة مش قادر اتنفس. تاني يوم دخلت اوضتي، لقيت السرير مقلوب، الكومودينو مقلوب، كل حاجة في الأوضة كأن إعصار عدى فيها. لكن اللي صدمني إن كل الصور اللي عندي على المكتب كانت ممسوحة منها وشي، مش متشققة، مش محروقة. ده كأن حد خد وقت وقام بمسح ملامحي منها، كأن أنا عمري ما كنت موجود فيها أصلا. قررت أصور كل حاجة، أحط كاميرا في أوضتي وأسجل وأنا نايم. بس الفيديو اللي شفته تاني يوم هو اللي خلاني أسيب البيت وأهرب من غير ما أبص ورايا. في الفيديو كنت نايم عادي، لكن باب الأوضة فتح لوحده ببطء. ثانية، ثانيتين، تلاتة، في الضلمة ظهر ايد طالعة من ورا الباب. ايد بيضة طويلة ضعيفة جدا، بتتحرك ببطء كأنها بتدور على حاجة أو على حد. الإيد زحفت على الأرض، قربت من السرير، وبعدها مسكت رجلي وأنا نايم. في اللحظة دي حسيت بجسمي كله بيتجمد. كنت حاسس إن الإيد دي لسه ماسكة في رجلي. أنا مشفتش الفيديو للآخر. قفلت اللاب، لميت هدومي في شنطة وخرجت جري من البيت ومبصيتش ورايا. لما سألت عن تاريخ البيت، الجيران قالولي إن كان ساكن فيه راجل كبير عايش لوحده، وكان معروف عنه إنه غامض ودايما كان بيكح كأنه مخنوق. لحد ما في يوم لقوه ميت في سريره،
لكن الغريب إن عينه كانت مفتوحة وإيده ممدودة، كان بيحاول يمسك حاجة. النهاردة كل ما أعدي من الشارع ده ببص على شباك البيت، ودايما بلاقي ستارة الأوضة بتتحرك رغم إن مفيش حد ساكن في البيت. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة، ونشوفكم في قصص جديدة إن شاء الله. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.